5 دقائق متبقية على النهاية في شوط المباراة الثاني. وصلت الكرة في الجانب الأيمن إلى لقطة اتحادية عند الشنقيطي، يلعب كرة عرضية. الله! موسى ديابي يسجل الهدف الثاني في المباراة. الاتحاد يبدأ المشهد من الهدف الثاني ومن موسى ديابي صانع الألعاب، أصبح صانع الفرحة الاتحادية، يسجل الهدف الثاني، بل أقول صانع الأمل للاتحاد. صانع الألعاب هو صانع الفرح، هو صانع الأمل للاتحاديين في المباراة. سجل الهدف الثاني للمرة الثانية، يزور شباك الخليج ويشعل الأمور في الدقائق المتبقية على نهاية المباراة. فيصل غامدي جاء بديلا في الشوط الثاني من المواجهة. كرة اللعب للخليج، الخليج الذي بدأ يشعر بالخطر. إذا ما عاد الاتحاد فتذكروا رايكوفيتش، إذا ما عاد الاتحاد في الأوقات الأخيرة فتذكروا رايكوفيتش. هنا كرة للخليج في الجهة اليمنى، المحاولة العرضية إلى منطقة الجزاء لكنها مقطوعة من الدفاع لتصل في صالح الفريق الاتحادي. لا شك بأن موسى ديابي أعاد الأمل للمدرج الاتحادي، لذلك تسمعون بعض الأصوات التي تنادي الآن من المدرج الاتحادي. الكرة اللعب على الطرف الأيمن بحثا عن الشنقيطي، مرت إلى خارج أرضيات الملعب إلى رمية جانبية. حينما تصبح النتيجة بهذا الشكل هي تضغط على عناصر الخليج أكثر. لا شك بأنها تتلاعب بأعصاب الجماهير الخليج. النتائج بهذا الشكل بالنسبة لفريق كان غارق في المباراة، جمهور فريق كان غارق في المباراة، هذه النتيجة هي حافز بالنسبة له لكنها مقلقة بالنسبة لجماهير الخليج. الكرة لعبت وعادت مرة أخرى إلى دانيلو، ودانيلو بيريرا يلعب كرة في الطرف الأيسر. المحاولة الاتحادية، اللعبات داخل المنطقة، إبعاد، ثم تعود الكرة خلجوية على الطرف الأيمن. خليج يأخذ الكرة عند كوستاس فورتونيس. كوستاس فورتونيس يلعبها في الأمام ومحاولة لهدف خامس، لكن الكرة والتمريرة واصلة من حمد الجزائري لدفاع الاتحاد. فيصل غامدي لعبها في الجهة اليمين. مباراة مفتوحة على كل التوقعات الآن. ممكن أن تتوقع الخليج يضاعف النتيجة، وبإمكانك أن تتوقع عودة للاتحاد. كل شيء ممكن أن يحدث في حالة من الهيجان في أرضية ملعب محمد بن فهد. هنا في هذه الأوقات وفي هذه اللحظات، وفي كرة عند إنغولو كانتي اللي ينقلها في الجهة اليمين مرة أخرى. إنغولو كانتي داخل منطقة الجزاء، تسديدة تمر باتجاه حارس المرمى، واصلة إلى أنتوني موريس الذي يحاول أن يهدئ الأحوال الآن. هذه التمريرة الرائعة من كوستاس فورتونيس اللاعب الرائع الذي تحدى الرباط الصليبي، تخيل، مرتين. أسطورة أولمبياكوس الذي قاد أولمبياكوس ل6 ألقاب. كرة فيها صافرة مخالفة، ركلة حرة مباشرة. كرة ثابتة، ركلة حرة مباشرة للخليج. الدقيقة 89، أمامنا دقيقة على نهاية الوقت الأصلي من المباراة. سننتظر بعد ذلك الوقت البدل الضائع الذي سيحتسب سامي الجريز. لا شك بأنه هو الوقت الذي يحمل مع الإثارة، وهو الوقت الذي يشير للاتحادين ماذا يمكنهم أن يفعلوا في هذه المباراة. الكرة تعود بالخلف للخليج على الناحية اليسار. ما زالت الكرة للخليج في الطرف الأيسر، عادت إلى الوراء إلى محاولة في تقدم من خبراني المتقدم للأمام. العودة باتجاه أنتوني موريس. مثل هذا التقدم يا أنتوني موريس رايكوفيتش ارتكب معه خطأ إلى جانب فابينيو، أثقل شباك الاتحاد وجعل الاتحاد في موضع صعب في هذه المباراة. دانيلو بيريرا هو الخطأ بالهدف الثاني أفسد الأمور في المباراة على الاتحاديين. الكرة لعبت في الجهة اليسار باتجاه الغامدي بالطرف الأيسر، محاولة مرور والتدخل، ثم الكرة عادت لصالح الخليج على الجهة اليمنى. خليج مع الكرة مع الانطلاقة، والفرصة للخليج فيها تمريرة إلى الأمام. دانيلو في المتابعة، مرت الكرة بالجهة اليمين، استحواذ على الكرة
وتراجع من دفاعات الاتحاد مع الفرصة للخليج التي تمر إلى خارج أرضية الملعب إذا لم يجرب. باقي معنا 6 دقائق على نهاية هذه المباراة. وصلنا إلى الدقيقة 90. هل ال6 دقائق المتبقية على نهاية المباراة والوقت البدل الضايع هي كافية للاتحاد من أجل أن يعود في المباراة، أم أنها مريحة للخليج ليقضي على المباراة بتفوقه وب3 نقاط ليبقي النقاط ال3 في صالحه في ملعبه؟ الكرة إلى نقولو كانتي مررها في الطرف الأيمن، المحاولة بالجهة اليمين للخليج بالكعب، عادت مجددا للخليج في الجهة اليسار، انطلاقة والمتابعة والتغطية. الاتحاد استعاد كرة عبر البيشي الذي جاء بديلا عن روجر في شوط المباراة الثاني، أحمد الغامدي الذي جاء بديلا في شوط المباراة الأول مكان صالح الشهري، إنغولو كانتي الذي لا يوجد له بديل ولا عنه عوض. أحمد الغامدي يأخذ الكرة وأحمد الغامدي يلعبها إلى دانيلو بيريرا، ودانيلو بيريرا يعطي كرة لموسى ديابي، عدى فيها موسى بنقلة، ثم الغامدي لاعبها ساقطة في منطقة الجزاء بالراس، وصلت باتجاه حارس المرمى، راحت عند أنتوني موريس. أنتوني موريس حارس مرمى الخليج، الكرة اللعبة الطويلة في الأمام، وصلت هنا على الجهة اليسار من ماريو ميتاي إلى الغامدي، ميتاي، إنغولو كانتي ينقل الكرة في الطرف الأيمن. الاتحاد يصارع الأوقات الأخيرة في المباراة، الدقائق ال4 المتبقية. دانيلو بيريرا، الغامدي في الجهة اليسار يلعبها عرضية ساقطة داخل منطقة الجزاء، قطعت الكرة وتعود الخليج عند انطلاقة لنجم المباراة كوستاس فورتونيز يتحكم في الكرة، يتحكم في إيقاع اللعب الآن. كوستاس فورتونيز يذهب في الجهة اليسار، يحول اتجاه الكرة للناحية اليسرى، لينطلق الخليج الآن عبر الجهة اليسرى. ريبوتشو تقدم، لكن الكرة تعود في الوراء إلى المدافعين. خبراني مرت الكرة إلى حارس المرمى اللي أرسل كرة طويلة في الأمام، فيها قرار بوجود أوفسايد، ركلة حرة غير مباشرة للفريق الاتحادي. آخر 3 دقائق متبقية على المباراة. تبديل فورتونيز، نجم هادي الأمسي يترك ملعب المباراة. في مكان عارف الحيدر، آخر تبديلات سيد دونيس. عارف الحيدر في مكان فورتونيز، نجم الليلة نجم الأمسية. وكرة لعبت في الجهة اليمنى، محاولة مرور وصلت لدانيلو بيريرا، ثم اللقطة للغامدي تقدم، غامدي ما زالت مع الكرة وصافرة بإعلان وجود مخالفة، ركلة حرة مباشرة. الكرة الثابتة في الجهة اليسار، الغامدي ينقلها لمنتصف الملعب إلى محاولة تعود من جديد للفريق الاتحادي على الناحية اليسرى. الاتحاد مع المحاولة والانطلاقة تمر في الجهة اليمين إلى دانيلو بيريرا أو موسى ديابي في العرضية الماضية لتعدي لخارج أرضية الملعب. ركلة ركنية، أحمد الغامدي عند الركلة الركنية. آخر دقيقة في المباراة، الاتحاد الباحث عن هدف ليبقي النتيجة بفارق هدف، والكرة اللعبة داخل منطقة الجزاء. دانيلو بيريرا في تسديدة، المحاولة ما زالت باقية، وميتاي يسجل الهدف الثالث
ماريو ميتاي يسجل ثالث أهداف الفريق في هذه الليلة. حين يغيب الهجوم يحضر القلب، ماريو ميتاي يسجل الهدف الثالث للفريق الاتحادي. النتيجة أصبحت على بعد هدف. لحظة من الجنون للفريق الاتحادي، سجل ثالث أهدافه في المباراة. هناك هدف يفصلنا، هدف وتفصلنا بعض الثواني عن النهاية. من يسبق من؟ هل يسبق هدف الاتحاد النهاية أو تسبق النهاية هدف الاتحاد؟ من يصل إلى اللحظة الحاسمة؟ الاتحاد يصل إلى الهدف الرابع أو اللحظة الأخيرة توصل الخليج إلى النقاط الثلاثة؟ الكرة للخليج. حكم المباراة أراد أن يتأكد من سلامة موقف الهدف الاتحادي ويطلب من مدرب الاتحاد العودة. الاتحاديين الآن في محاولة للحاق بنتيجة المباراة، وكرة اللعب طويلة بالأمام. الفرصة للخليج التغطية والحضور باتجاه رايكوفيتش. رايكوفيتش يلعبها طويلة بالأمام، وصلت الكرة للخليج إلى الجهة اليسار. محاولة للخليج اللحظات الأخيرة من زمن شوط المباراة الثاني من عمر المباراة. مرت الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية. الرمية الجانبية بالطرف الأيسر، رمية جانبية للخليج في الطرف الأيسر. لعبة الرمية الجانبية والمحاولة تمرر لكنها بعيدة، واصلة باتجاه رايكوفيتش. رايكوفيتش يلعبها في الجهة اليسار. رايكوفيتش لعب كرة في الطرف الأيسر إلى موسى ديابي. صراع مع موسى ديابي وبطاقة صفراء. راحت لعارف الحيدر البديل الجديد اللي يحصل على بطاقة صفراء نتيجة التدخل الأخير ومخالفة ركلة حرة مباشرة اتحادية. الاتحاد الآن في آخر لحظات المباراة. الاتحاد يريد أن يسعد من وثقوا به حتى النهاية، وكرة فيها ركلة حرة مباشرة اتحادية في مسافة بعيدة. رايكوفيتش من رسم هذا السيناريو، من جعل المباراة تبقى بهذه الإثارة. حينما تصدى لعدد من الكرات للخليج جاء بنفسه من أجل أن يمضي على الإثارة عبر الركلة الحرة مباشرة، عبر الكرة الثابتة. رايكوفيتش من أجل أن يستغل تواجد أكبر عدد من لاعبين الاتحاد في الأمام. كرة لعبت طويلة بالرأس، وصلة اتحادية بمنطقة الجزاء، التسديدة والهدف الرابع. لحظات الجنون، الاتحاد يعود في المباراة. فيصل الغامدي يسجل الهدف الرابع. هدف بداه رايكوفيتش، رسمه رايكوفيتش وحسم فيصل الغامدي من أجل من وثقوا بالاتحاد، من أجل من بقوا وثقوا في الاتحاد. الغامدي يسجل الهدف الرابع. الاتحاد يعيش أوقات العودة، النمور تنهض من جديد. كونسيساو رسم الطريق بثقل النمور من أجل هذه العودة، من أجل هذه الريمونتادا. الهدف الرابع الاتحادي. شوف الكرة من رايكوفيتش، لعب الكرة للأمام والغامدي سجل الكرة في الشباك. هدف رابع اتحادي. النمور ب10 لاعبين انتفضوا، ب10 نمور انتفضوا في شوط المباراة الثاني. وكونسيساو وكأنه عداء في ماراثون ينطلق فرحا بالهدف الرابع. هؤلاء الواثقين فرحين بعودة الاتحاد بالهدف الرابع في اللحظة الأخيرة، في اللحظة الحاسمة. فيصل من فصل في المباراة وسجل الهدف الرابع عند اللحظة الأخيرة، عند اللحظة الحاسمة، لحظة الفصل. وكلمة الفصل كان الفيصل. فيصل الغامدي سجل الهدف الرابع.